وبدل ما بتاكل الفول والعيش، ودي نعمه من عند ربنا، تاكل الكافيار. السلام عليكم. فكرت النهارده اجي اشرح ولا اجي اتكلم مع طلابي، قلت خليني المره دي اتكلم معاهم. شرحت كتير ليكم، بس انا المره دي جايه لكم اتكلم معاكم كأم، ويا ريت الكل يتقبل كلامي وياخده بحب. الطلاب نوعيات كتير، مرت عليا طلاب نوعيات كتير جدا. مر عليا الطالب الذكي اللي ذكائه واخده زياده عن اللزوم ومغرور بذكائه، وده كتير كتير خالص ما كانش بيحالفه الحظ. ليه؟ كان بيعتمد على ذكائه في تحصيل المواد العلميه، بيعتمد على ذكائه في دخول الامتحانات. وطبعا فكره الذكاء المفروض يدعمها فكره الاجتهاد. لما يبقى طالب ذكي ومجتهد، بسم الله ما شاء الله، ده بيبقى رزق من الله سبحانه وتعالى كبير جدا ليه. طيب والنوع الثاني من الطلبه، الطالب المستهتر، الطالب اللي واخد الموضوع بالفهلوه، الموضوع عنده انا بالشطاره وبالذكاء، مش ذكاء علمي، ذكاء الفهلوه، اللي الامتحانات بتيجي سهله والامتحانات بتتسرب والغش حلو والدنيا ماشيه تمام. طب انا اضغط ليه نفسي في المذاكره؟ طب انا ايه اللي عليا علشان انا اتحمل معلم يقسو عليا في العمليه التعليميه؟ وانا عليا بايه؟ وليه اتحمل معلم زي كده؟ وليه انا ما اسمعش؟ وليه انا والدي ضغطني في البيت في المذاكره فانا استجيب ليهم؟ ما كل اصحابي بره ماشيين كده، وكل اصحابي بيعملوا كده، ما كل الناس بتغش، وكل الناس بتاخد درجات. افكار كتيره جدا جدا بتدور في دماغه، ومعركه شغاله في دماغه، كل هدفه في الحياه يعني كل الافكار دي بتودي لطريق واحد، هو طريق الضياع والفشل. الطالب ده اللي عايز انا، ده بقى هو ده اللي يخصني في قعده النهارده، في كلامي النهارده. انا جاي اتكلم معاك انت، جاي اوجه الكلام ليك انت بالذات. عايز اقول لك ان الفهلوه دي ما بتجيبش تعليم، ولو كنت فاكر ان طريق التعليم ده ملوش لازمه تبقى غلطان، ولو كنت فاكر ان اللي بيحصل في الدوله حاليا في مصلحتك تبقى غلطان، ولو كنت فاكر كلام صديقك اللي جاي يخلي الدنيا ورد قدامك بالضياع والفشل تبقى غلطان. شياطين الانس بيجوا دلوقتي اكتر من شياطين الجن. الجن يوسوس ليك في العبادات تتعذبن وخلصت الموضوع، لكن شيطان الانس اقوى، قاعد هو رامي لسانه وبوجه في ودانك، هو مصر انك انت تمشي طريقه، هو قرر الضياع بس مش عايز يمشي في سكه الضياع وحده، عايز ياخدك انت معاه. وللاسف انت بتنساق. الدنيا مليانه حاجات بتخلي الانسان ينساق فيها، بس كلها متعه زايله. الموبايل متعته زايله، الطلوع والخروج متعته زايله. الحاجه الوحيده اللي بتبقى قاعده للانسان هو تعليمه وقيمته في الحياه. لو كل انسان فكر ان المتعه، والطالب فكر ان متعته مش دلوقتي هتيجي، وان متعته في يوم من الايام هتبقى بحصوله على حلمه ووصوله لهدفه، ما كانش هيفكر يطلع ولا يدخل ويمسك موبايل ولا يطلع خروجات ملهاش 30 لازمه. عايز اقول لك انت جواك ممكن تبقى حاجه عظيمه، بس انت اللي من جواك مش جاري نفسك، انت اللي مقلل من شأن نفسك، انت اللي باصص للدنيا بتفاهه، انت اللي واخد الامور بسطحيه. لا ابدا، انت ممكن ترك وتعمل لنفسك حلم مع شويه عزيمه واراده، اكيد ربنا هيكرمك. بلاش تنساق ورا الافكار اللي هتضيع مستقبلك. ما تقولش التعليم هيعمل لي في الاخر. التعليم ليه كذا فايده. القيمه الاجتماعيه، الدخل المادي المحترم اللي فيما بعد دايما اقولها لطلابي، فيما بعد سواء ولد طالب او طالبه، فيما بعد انت مش باصص لبكره، انت في بكره في يوم من الايام هتقرر تتجوز. لما تيجي تخبط على واحده تفتح لك بابها ليه؟ انت عندك ايه؟ امكانياتك الماديه ايه؟ قيمتك الاجتماعيه ايه؟ شغال ايه؟ فكرتش في يوم من الايام ممكن يبقى زميلك اللي كان قاعد معاك على نفس الديسك بتاعك هو يوصل وانت لا؟ ساعتها مش هيرضى يسلم، مش هيمد يده ويسلم عليك اصلا. هو عايز اقول لك وجايه لك من المستقبل واقول لك كتير مواقف حصلت بين الطلاب زي كده. ياما الطلاب كانوا ماشيين مع بعض في سكه واحده، بس كل واحد اختار طريقه، واحد اختار طريق الصح، طريق التضحيه، طريق الحرمان من المتع، وربنا اكرم، وتاني مشي ورا دماغه، مشي ورا شيطانه، وفي الاخر كان مصيره الضياع. لا ده هيمشي، يعني اللي ماشى في طريق الضياع اوعى تفتكر اللي وصل في يوم من الايام هيمد يده ويسلم عليك، والله ما يحصل. ولا حتى يفكر ان هو حتى يقول ان انا في يوم من الايام كنت اعرف. انت الحسره اللي هتاخدك، بس الحسره اللي هتاخدك لا قدر الله بعد فوات الاوان. انا جاي من دلوقتي عايزه افوجك، عايز اقول لك قبل ما تبدا السنه الدراسيه وارسم حلم لنفسك، وارسم هدف. هتقولي طب ما انا عدى عليا الوقت ده، انا وجعت في المواد كذا، وانا مستواي كذا وانا مستواي كذا. اقول لك لسه ممكن تلحق نفسك، ممكن انك انت تعدل من شأنك. انت بس حط الاراده والعزيمه في دماغك، انت خلي جواك حلم واسعى عليه وربنا هيكرمك. ياما كل واحد فينا اللي بيوجع ويقوم يوجع، المهم تبقى مصر انك انت عايز توصل لحلمك. المهم ان تبقى عندك حلم. بص هو الاول وفي الاخر حلم، بس الحلم ده مش بس حلم بس ومفيش سعي، لا، حلم ومع سعي ومع اراده ومع عزيمه وتوكل على الله في الاول طبعا، وثقتك في الله. ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، مش هيضيع تعبك كده هباء. انا عايز اقول لك ياما طلبه كانت عندي مستوى ضعيف حقيقي والله العظيم، ومع ارادتها وغيرتها العلميه من زمايلها المتميزين اللي سبقوهم وكانوا عندي تحدوا نفسهم وربنا اكرمهم. عايز اقول لك الموضوع في الاول وفي الاخر بتاعك انت، في الاول في الاخر انت المسؤول عن نفسك. انت في يوم من الايام لما وصلت صدقني انت بنفسك، انت السبب الرئيسي في وصولك لحلمك. مفيش، اوعى تتلكك باي عوامل خارجيه، يا اوعى تندب الايام ولا الحظ، ملوش دور، لا الايام ليها دور ولا الحظ ليه دور.
ابدا. انا اعرف طلبه والله العظيم حقيقي الكلام ده، اعرف دكاتره دلوقتي مشهورين في سوهاج في محافظتنا، والله العظيم والله العظيم كانت طفولتهم بائسه قسما بالله. كان اهاليهم بيحاربون فكره العلم. لا انا مش عايزك تتعلم، انا عايزك تساعدني في اعمال الشغل، عايزك تساعدني في النجاره في الفلاحه. والله العظيم والله العظيم اصبحوا من اشهر الدكاتره في تخصصاتهم في سوهاج. الانسان بيوصل بشخصه. وجود الاب والام دي عوامل مساعده، عوامل مساعده لينا في الحياه. الاب والام بيدعمونا بس عامل مساعد، لكن لا قدر الله لا قدر الله طبعا ده فقد الاب والام. الحياه بتقف عندك لو انت مصر على حلمك، الحياه مش هتقف عندك. بلاش يعني نجمع حجج لينا تكون سبب لضياع مستقبلنا. واوعى تفتكر ان التعليم مش مهم. في الاول في الاخر لا يصح الا الصحيح. ياما ناس اغنياء ماتت ما سمعناش عنهم حاجه، لكن اكيد اكيد في الكتب والتاريخ مسجل العلماء. التاريخ مش بيسجل غير العلماء، التاريخ مش بيتحفر غير للعلماء. مره قابلت طالب في كليه الطب، عجبني بجملته. بيقول لي انا نفسي باذن الله في يوم من الايام مش بس مكتفي ولا الفرحه واخداه انه دخل كليه الطب، لا بيقول انا مش هكمل بعد كده، بعد ما اخلص دراستي انا لازم اسافر بره. انا مقرر اني لازم اغير في التخصص اللي انا عايزاه واحط طفره ليا في المجال الطب. فانا استغربت. قال لي كل الناس بتمشي في الحياه العاديه، كل الناس بتتعلم، كل الناس بتتجوز، كل الناس بتخلف، بس مش كل الناس بتبقى عندها المقدره انها تحفر اسمها في الصخر ونسجل اسمها في التاريخ. انا عايز لما اموت، كله ده كان في اولى طب الكلام ده، طالب في اولى طب بيحكي الكلام ده، فبيقول انا عايز لما اموت اسمي يفضل قاعد من بعدي. هل فكرت في يوم من الايام انك انت لما هتموت هيبقى اسمك قاعد والناس فاكراك عملت حاجه في الدنيا الناس تذكرها لك بالخير، ولا لا قدر الله هندفن دفنه الجيفه الميته اللي ملهاش 30 لازمه اللي اتدفنت ما حدش هيفتكرها؟ عايز اقول لك الموضوع يرجع لك انت، انت صاحب القرار، انت اللي في يوم من الايام هتكون مسؤول عن نفسك. ما تجمعش اعذار لنفسك. الاب والام وسيله داعمه لنا في الحياه بس مش سبب للنجاح. ياما في اولياء امور غير عندهم معلومه عن التعليم اصلا، وتلاقي بسم الله ما شاء الله ابن طالع لوحده كده مصر على العمليه التعليميه. وياما في اهالي مصرين على العمليه التعليميه ويبتلوا في اولادهم. الموضوع كله يرجع لقرارك انت. قبل بدايه السنه الدراسيه فكر وعيد حساباتك كويس. اوعى تفتكر تسريب الامتحانات في مصلحتك، اوعى تفتكر ان تركن المذاكره في مصلحتك، اوعى تفتكر زميلك الفهلوي الروش اللي بيطلع ويدخل اللي ضارب الدنيا صارمه وضاربها عرض الحائط هو ده الصديق اللي انت هتعتمد عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين. في يوم من الايام صديقك ده يا هتتجر انت وهو على النار، يا انتوا الاتنين رايحين على الجنه ماسكين ايدين بعض. فكر واختار صديقك. الصاحب ساحب. فكر 1000 مرة انت هتصاحب مين. اصل المرء على دين خليله. الصداقة دي مهمة جدا جدا. قبل ما تبدأ الدراسة اختار صديقك، اعمل جدولك، حدد قرارك. هتقول انا طالب ضعيف، اقول لك ياما مر علينا طلاب ضعاف بارادتهم وعزيمتهم غيروا نفسهم. الموضوع راجع لشخصك ولكيانك، انت المسؤول عن نفسك، انت اللي تقدر تغير مجرى حياتك. الموضوع راجع لك انت. انا لما اركن المذاكره السنه دي واتاخر في المذاكره والامتحانات تتسرب واغش من زمايلي والدنيا ماشيه زي الفل ولي الامر فرحان بدرجاتي وسنه ورا سنه سنه ورا سنه وهدخل الكليه اللي نفسي فيها، هل تفتكر كل اللي دخلوا الطب كملوا فيها؟ والله ما حصل. تصور لو عايز اقول لك انك انت لو ما دخلتهاش اهون 1000 مره من طلعتها جرثه، طلعتها قله قيمه، طلعتها معناها انك انت طالب غير مستحق لدخلتها، انك طالب فاشل وانك طالب اتربيت على الغش. فلو ما دخلتهاش كان اشرف واكرم ليك 1000 مره. ياما الطلاب دخلوها وطلعوا منها. تفتكر بيواجهوا مجتمعهم ازاي دلوقتي؟ بيقولوا ايه للناس بعد ما دخلوها وطلعوا منها؟ طيب تفتكر انت ايه المفروض اللي انا اعمله عشان لما ادخل اكون استحق واعرف اكمل فيها؟ ده لازم ينضف. ده لازم تعودوا على فكره المذاكره. تكوينك الجسدي لازم تعودوا على قعده المكتب. يعني هو تفتكر الطالب اللي بيقعد في الثانويه العامه بال 18 ساعه مره واحده ربنا اكرمه في ثالثه ثانوي وقعد بال 18 ساعه؟ لا، دي حصيله سنين، حصيله سنين ضغط نفسي، ضغط جسماني، مخ عودته على المذاكره وعلى التفكير، فلما بيبدا بيحل عليه الثانويه العامه بيبقى كله تحصيل حاصل. مفيش طالب بيجي في ثالثه ثانوي مره واحده ويقرر بيبقى طالب متميز فبيبقى متميز، بالعكس بينهار.
بينهار لانه ما عودش دماغه على المذاكره، بينهار لانه ما عودش نفسيته على فكره ان انا هضغط نفسي، بضغط نفسي عشان اقعد، بضغط نفسي عشان اذاكر. حتى قاعده المكتب بتتعبه، بيحس من اول ساعتين ثلاثه لا ظهري وجعني، هو مش متعود على كل ده. اوعى تفتكر ان حصيله النجاح مره واحده، السعاده لا تطرق باب الكسلان. اوعى تفتكر ان السعاده في يوم من الايام هتخبط على مالك، ولا الفلوس هتنزل زي الرز على دماغك، ولا الناس هتحترمك وتعمل لك قيمه وانت طالب مستهتر. النجاح حصيله سنين. اللي بيدخل كليه الطب او اي كليه علميه او اي كليه من كليات القمه حصيله سنين، تعب سنين، تعب سنين. حتى لو جدت مستجدات في الحياه بيبقى هو خلاص متعود على انجراف التيار، على بيتخبط وبيقوم وبيقعد، معود نفسه. كليات القمه دي اصعب مما تتخيل. مفيش طالب بيسلك فيها طول ما طالب قاعد الابتدائيه مرنخ، الاعداديه مكبر دماغه، الثانويه دخل بالسماعه وغش، هيطلع منها. بس زي ما قلت لك طلعتها اصعب من انك ما تدخلهاش اصلا. اللي ما دخلهاش اصلا ريح نفسه، لكن اللي دخلها وطلع بيواجه مصاعب الحياه، بيواجه المجتمع بفكره انك فاشل، وانك انت في يوم من الايام كنت غشاش، وانك انت في يوم من الايام ما كنتش تستحقها، وانك انت في يوم من الايام خدت مكان طالب متميز. وتبقى ساعتها النقمه وسخط المجتمع بيحل عليك، غير نفسيه الاهل، غير حاجات كتير. انا عايز اقول لك في يوم من الايام ابدا اتعب من دلوقتي، ابدا اتعب، ابدا استعد. بلاش 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 تتبع نفسك، بلاش تتبع شيطانك وشياطين الانس. متع الحياه زائله. زمان احنا صغيرين كان التلفزيون قدامنا، ايه اللي حصل؟ التلفزيون اتطور، وبدل ما كنا عايشين على 4 قنوات، الاولى والثانيه والسبعه والثامنه، في دلوقتي الاف القنوات. يعني كل ما لها متع الحياه بتزيد، كل ما لها الرفاهيه بتزيد. فخلي بالك، احرم نفسك عشان يوم ما تبدا تفكر تعيش الرفاهيه تعيشها في الوقت الصح. بلاش تدور على رفاهيه دلوقتي، مفيش رفاهيه. دايما اقول الطالب اللي في مراحل تعليميه ازاي ضميره بيسمح له انه يضيع وقته؟ ازاي ممكن يتخيل ان متعته دلوقتي في قعده موبايل ولا بلاي ستيشن ولا خروجه ولا اي حاجه؟ ما حصلش. متعتك الحقيقيه في يوم من الايام لما تيجي تسافر المالديف، لما تركب طياره خاصه بيك، لما ترص العربيات في اجنس العربيات بتاعك، ولا ترصها في معرض عربيات ليك انت خاص بيك انت. لما في يوم من الايام كل ما تكبر كل ما يخلف عيل تجيب له عربيه، لما تسكن في فيلا وترص الفيلل والشاليهات معاك. هي دي متعتك الحقيقيه. لما تتعب، لما تشقى، لما توصل لحلمك هتحقق كل احلامك في الحياه. دايما اقول لطلابي لو عايز تغير مجرى حياتك وتاكل لقمه غير اللي اكلتها في بيت ابوك، وتعيش حياه غير اللي ابوك عايشها لك، وتعيش في بيت غير اللي انت عايش فيه، وتسكن فيلا، وبدل ما بتاكل الفول والعيش ودي نعمه من عند ربنا تاكل الكافيار، وبدل لما بتركب المواصلات لا هتركب العربيات الحديثه اللي معديه 30 مليون. كله ده انت اللي بتعمله لنفسك. لما بتيجي على نفسك، لما بتحرم نفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إن نفس الأمارة بالسوء. النفس دي أمارة بالسوء. يعني ايه أمارة بالسوء؟ يعني عمري نفسي دي ما هتقول لي اعمل الصح. عشان كده المفروض ان انا نفسي دي ما بطوحهاش، بافضل كل ما نفسي تزجني على الغلط انا اروض نفسي واعلمها الادب، اقول لا لسه الوقت ما جاش، احنا وقتنا مش دلوقتي، مسير في يوم من الايام هاخد راحتي وهاخد نفسي، بس المهم تحدد امتى هتاخد نفسك في الوقت الصح. اي طالب في مراحل تعليميه بقول لك اصبر على نفسك، مسيرك في يوم من الايام هيجي لك الوقت اللي تتبسط فيه وتبسط كل اللي حواليك. لكل بنت والبنات ربوا بنيكم هذبوا فتياتكم. بيت الشعر بيقول كده، ربوا بنيكم هذبوا فتياتكم. البت بقى محتاجه مع رباية تهذيب. عايزه اقول لكل طالبه انت محتاجه مع العلم اخلاقيات، محتاجه مع العلم اخلاقيات وزياده كمان. عايزه اقول لطالب وكل طالبه حط العلم في دماغك. انا دايما اقول لبناتي يوم ما الواحده تجي لي غلطانه ولا ناقصه نص درجه في امتحان ولا درجه، ما يصحش، ما يصحش تيجي ناقصه درجه. ليه؟ لان المفترض ان انا حطاك على كتابك نص درجه ودرجه ورفضها في حق بناتي. دايما اقول عيب، انت في دماغك ايه؟ المفترض ان في دماغك ما فيش في دماغك غير الكتاب بس، الكتاب بس. انت مخلوقه لكتابك وعلمك بس، ما ينفعش انك انت تغلط، وما ينفعش انك انت تقصري. انت بنوته، يعني ما حلتكيش غير كتابك اللي قاعده بيه تتعلمي بيه. في يوم من الايام تبقى الطالبه معاكي قاعده معاكي في نفس الديسك بتاعك، في يوم ما تدخل كليه قمه والله ما ترضى تسلم عليكي، والله ما ترضى تبص لك. تبقى معاكي في يوم من الايام وتيجي ما تبصلكيش وتتجوز جوازه احسن منك وتعيش عيشه احسن منك. طب ليه؟ بشهادتها قدرت.
جريت على الفيس في احدى المحافظات بيعملوا تسهيلات للزواج، فحاطين الدبلوم اللي واخده دبلوم. والله انا حتى استغربت، حتى في ترتيب معيار الذهب راجع لخريجه كليه ايه او معاه تعليم ايه. فاللي واخده دبلوم مش عارفه 100 جرام ذهب، اللي واخده كليه جامعيه 150 جرام ذهب. طب واللي واخده كليه من كليات القمه، لا ده ابوها يوزنها بقى ويتشرط عليها ويحط رجل على رجل وهي تحط رجل على رجل وتتامر وتتنك وتطلب وتؤمر براحتها. ليه؟ لان تعليمها اللي اداها المساحه دي، هي اللي حطت قيمه لنفسها، هي اللي حطت كرامه لنفسها، هي اللي قالت انا موجوده. فاللي يجي يقدرني يا يقدرني صح يا مع السلامه. انا معايا شهادتي، انا دكتوره قد الدنيا. ايه اللي يجبرني ان انا اخد حد اقل مني؟ ايه اللي يجبرني اعيش في عيشه انا في يوم؟ امال انا تعبت ليه؟ كل طالبه بتحلم ليه تدخل كليه طب ولا كليه هندسه ولا تبقى حاجه عظيمه؟ علشان يوم ما يجي واحد يخبط على بابها تختار بمزاجها. مفيش حاجه تجبرها انها تستعجل وتاخد حاجه اي كلام. تلاقي اللي يقدرها في المجتمع، ويوم ما تلاقي الدنيا ما ظبطتش معاها تقول مش مشكله، انا مرتب في جيبي عامل لي قيمتي. لكل طالب وطالبه عايزاكم تبداوا السنه الدراسيه وانتوا بتتقوا الله في نفسكم، وانتوا عارفين ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وان ربنا سبحانه وتعالى مش هيساوي في الاخر بين العباد. حقيقي مش هيساوي بين العباد. الطالب اللي بيتعب والطالب اللي بتتعب، انت في يوم من الايام ربنا بيجهزك لمكانه محترمه. والطالب المكبر دماغه والطالبه اللي واخداها فضفضه ونطنطه يمين وشمال، في يوم من الايام هتندمي. اوعي في يوم من الايام تفتكر ان اللي بتعمليه ده شطاره ولا انت بقيتي بنت فرفوشه ولا دلوعه ولا الكلام ده. عيب، ده بيعيبك انت، بيعيبك انت. البت الصح اللي قاعده مكفيه على كتابها، البت الصح اللي ما حلتهاش غير تعليمها، الطالب الصح اللي في يوم من الايام بيفكر في يوم من الايام يوم ما تيجي تخبط على حد يترحب بيك، يتفتح لك 1000 باب وباب. ليه؟ لانك انت تعبت وشجيت على نفسك، لانك انت تستحق دلوقتي انك انت تاخد ملك جمال الكون في الادب والاخلاق والعلم والاخلاقيات والدين. انت تعبت، وياما ناس كتير والله العظيم كانت لا تملك المال لكن تملك العلم، وخدت بنات اقسم بالله بنات عائلات كبيره جدا ومحترمه بعلمهم بس. وياما بنات واخدين كليات محترمه، كليات قمه، واهاليهم ناس بسيطه وعلى كد حالهم، اتخبط على الباب ومش عايزين مش عايزينها غير هي بس بشنطه هدومها. ليه؟ لان العلم تجل من ميزانكم، العلم علم من قيمتكم، العلم خلالكم وضع. لكل طالب في يوم من الايام بيتبع اصحابه، اوعى تسمع كلامه والله العظيم. وحياة ربنا في يوم من الايام هتبقوا على باب نار جهنم بتقطعوا بعض مين فينا اللي كان السبب في ضياع التاني. بس ايه وان لها يعني بعد ايه؟ بعد فوات الاوان، بعد ما تكون ضيعت نفسك في الدنيا وكمان جاي تكمل على نفسك في الاخره. خد كلامي بمحمل النصيحه، انا جايه لك من المستقبل، شايفه كتير قبل كده امثله كتير على ناس استهترت كان ايه مصيرها حصل معاها ايه، وناس تعبت تعبت تعبت. دلوقتي بنقول بسم الله ما شاء الله عقبال ولادنا يا رب. اول ما نشوفهم نقول عقبال ولادنا، ده كانوا زمان ولا حاجه. بس شوف سبحان الله، جو على نفسهم وتعلموا وشجيوا وبعدوا عن ملذات الحياه وربنا كفاهم. خليك من الفئه دي، الفئه دي في يوم من الايام هتعيش عيش عمرك ما عشتها. لو عايز تحسن الاكل اللي بتاكلها في بيت ابوك بالعلم، عايز تعيش عيشه غير ابوك عايشها لك بالعلم، عايز تعيش في بيت احلى من البيت اللي انت عايشه بالعلم. الباب الوحيد والسكه الوحيده لكل طالب وطالبه هو العلم. لكل طالب فاكر نفسه ان انت الفرصه فاتت، والله ابدا. بايدك تغير كل حاجه، بارادتك وعزيمتك. ارسم لنفسك حلم مع شويه اراده وعزيمه، وطبعا جاب ليها توكل وحسن الثقه بالله، واكيد ربنا هيكرمك. الطالب الذكي اللي بدات بيه ليه طلب، يعني حاول تحسن جودة الذكاء بالاجتهاد. مش كل واحد ذكي بيوصل، ياما في ناس أذكياء ما وصلتش، وياما في ناس مجتهدين وصلت. الاجتهاد هو اللي بيوصل الطالب للنجاح، فما بالك لو كان مع ذكائك اللي ربنا أكرمك بيه سنة اجتهاد. أما الطالب اللي فاكر نفسه إن الأمور هي الأمور القاسية عليه في الحياة هي السبب في خذلانه، أقول لك لا، السبب فيك أنت. ما تفكرش في حد غير نفسك، ما تفكرش في حد غير علمك، ما تفكرش في حد غير مصلحتك. احنا مجرد الاب والام، وانا لاولادي دايما اقول لهم انا سبب مش اكتر، سبب موجود، استغلوا السبب ده صح لحد ما توصل لبر الامان. اتمنى ليكم كلكم باذن الله التوفيق والنجاح، اتمنى لكل طلابي واتمنى لولادي اشوفكم في اعلى المناصب باذن الله. وفي يوم من الايام تفتكروا ان كان ليكم مس بتخاف عليكم وبتدعمكم وبتتمنى ليكم الخير زي ولادها. كل سنه وانتم طيبين.